كل قرن من الزمن وفي وقت معين بيكون محسوب بالملي. بيحصل قلق غريب في العالم نتيجة أحداث بتحصل غير مبررة، ومع الأحداث دي بتظهر شخصية غريبة. في الأول الناس ما كانوش مصدقينها وقالوا عليها دي أكيد واحدة عامية وبتخرف، لحد ما صدمت العالم بالتنبؤات اللي قالتها عن المستقبل وعن معرفة الغيب. صاحبة اللغز الغريب ده عرافة بلغارية اسمها بابا فانغا، أو زي ما كانوا بيسموها العرافة العامية. وهي أشهر عرافة عرفها التاريخ، مش بس عشان دقة توقعاتها، لأ، ده عشان قدرت إنها تجذب كتير من الشخصيات المهمة في العالم وبقوا طوع ليها. شهرة العرافة العامية دي وصلت للعالم كله عشان مفيش بلد أو مجال إلا واتكلمت عنه. توقعت كتير من الأحداث العالمية المهمة اللي محدش كان مصدق إنها ممكن تحصل أبدا، وجالها ناس من كل دول العالم عشان بس يقعدوا معاها كام دقيقة ويسألوها على اللي عايزين يعرفوه. ومن كتر ما زادت شهرتها اتنحت لها تماثيل بسبب تأثيرها القوي على الناس، لحد ما بقى في ناس بيعتبروها قديسة أو إله بيؤمنوا بيه. ده غير إن بيتها كان محط إنذار للمخابرات بسبب السياسيين ورجال الأعمال والشخصيات المهمة جدا اللي دايما كانوا عندها، وبقى متأمن وكأنه قصر رئاسي، وكانوا بيتصنطوا عليه عشان يتأكدوا من صحة كل حاجة بتتقال جواه. لدرجة إنه انتشر في فترة من الفترات إن البيت ده هو مطبخ سياسة الدولة اللي بتدور فيه وبرعايتها، واستغل شهرتها ناس كتير عشان ينجحوا في الانتخابات في صالحهم. ده مش بس كده، طبعا السؤال اللي جه في دماغكم على طول، هل هي كانت كده من الأول ولا حكايتها إيه؟ تعال أقول لكم. فانغا كانت بني آدمة طبيعية جدا، بس كانت مهتمة شويتين بالعلاج بالأعشاب، وكانت بتهتم بكل قريتها، لحد ما في يوم حصلت عاصفة قوية جدا أول مرة كانت تحصل، وفانغا في الوقت ده كانت بره بيتها. وللأسف العاصفة دي من قوتها دمرت عينيها بشكل ما يقوس منه، بس الحقيقة إن عمرها ما يأست وما وقفتش، وبدأت تتعلم حاجات كتيرة زي العزف والقراءة والخياطة وحاجات تانية ملهاش عدد. وفضلت على كده سنين وسنين، والناس بقت بتلجأ لها عشان عندها كمية معلومات عن كل حاجة تقريبا، لحد ما حصل لها حاجة تانية أغرب بكتير. فانغا تعبت فجأة تعب شديد جدا، وكل الدكاترة ما كانوش عارفين إيه اللي عندها أصلا، وما عرفوش يعالجوها، وقالوا إنها هتموت قريب جدا ومفيش أمل إنها تخف. بس فجأة حصلت حاجة أغرب من كل اللي قلناه، وهي إنه هم بيجهزوا إجراءات موتها لقوها اتحسنت بشكل مش مفهوم. ده غير إن ده كان من غير أي دواء، وبدأت تبقى أحسن من الأول، وقوتها بدأت تستعيدها بشكل ملحوظ. وقالوا عنها إن هي شخصية مختارة ومش بني آدمة عادية. ومع بداية الحرب العالمية الثانية بدأت شهرتها تزيد بشكل مريب. اللي كان جاي لها عايز يعرف منها مصير ولاده في الحرب هيبقى ايه، وفي ناس تانية عايزين يعرفوا مكان موت ابنهم في الحرب عشان قلبهم يرتاح. وهي ما كانتش بتكسف اي حد، وكانت بتعطف على اي حد، وبتتنبأ ليهم بحاجات كتيرة جدا، وللأسف كانت بتحصل بحذافيرها. وبدأت شهرتها تزيد وتزيد لحد ما بقت المستشارة الخاصة للحزب الشيوعي في بلغاريا كلها. وكان الكل عايز يعرف هي ازاي بتعرف كمية المعلومات دي قبل ما تحصل. وهي كانت بتقول لهم انها امتلكت قدرات خارقة بعد الموضوع اللي حصل لها في العاصفة. وهي فعلا برغم ان هي فقدت نظرها، بس بقت بتشوف مخلوقات غريبة ومحدش بيشوفها غيرهم، والمخلوقات دي بقوا بيعرفوها المعلومات اللي عايزة تعرفها عن المستقبل. وطبعا في ناس ما كانتش مصدقة وقالت ان ده كلام تخاريف، او هي بتقول كده عشان تشتتنا، وشككوا في كلامها وقالوا لو كلامها صح اشمعنى المخلوقات دي اختارتها هي بالذات. وفضل الموضوع فيه مناوشات كتيرة وكلام كتير، لحد ما توقعت كارثة معامل تشيرنوبل النووية، وهي كانت اكبر كارثة المعامل النووية عام 1986. وبعدها قالت بوضوح عن تفكك الاتحاد السوفيتي، وده كان خبر عمل بوم. وبعدها قالت ان كورسك ستغرق تحت الماء وسيبكي العالم عليها. وهنا العالم افتكروها بتتكلم عن مدينة كورسك الروسية، لحد سنة 2000 اللي غرقت فيها الغواصة كورسك في ظروف مريبة، ومحدش عرف سبب غرقها لحد النهارده. واتنبأت بعد كده الفوز البلغاري فيزلين توبلوف في بطولة العالم للشطرنج عام 2005، وفعلا خدها وكسب البطولة. واتنبأت بعدها بأحداث 11 سبتمبر الشهيرة لما قالت كده بالحرف: سنرى أخوين أمريكيين من حديد تدمرهم طيور فولاذية من السماء. واتنبأت بعد كده بانهيار اقتصادي سنة 2011، وبعدها هتبدأ الحرب العالمية الثالثة، وأظن إننا رايحين عليها. وبالنسبة للاقتصاد متهيألي كلنا شايفينه، وغيرها من التنبؤات زي ذوبان القطب الشمالي والجنوبي، وزيادة منسوب المحيطات، وهجومه على المدن الساحلية. واتنبأت كمان بتسونامي في اندونيسيا عام 2004. ده غير إنها اتنبأت بكل اللي حصل في سوريا بالملي، والحروب الأخيرة عموما اللي حصلت بالعالم العربي. وقالت بأن
العذاب والدمار هيجي على هذا العالم، بس مش في الوقت الحالي. وفي تنبؤها قالت بالحرف ستسقط سوريا تحت اقدام المنتصر، بس ما حددتش مين هو المنتصر. واهم تنبؤ ليها اللي ما صدقوش ناس كتيره وبدات تفقد شعبيه كبيره بسببه، انها قالت انه هيجي رئيس اسود للبيت الابيض، وان هيكون الرئيس رقم 44، وده كان في عهد جورج بوش الاب. وطبعا ما حدش صدقها وبدات تفقد مصداقيه كتيره. بس بعد موتها ب 12 سنه لما جه الرئيس اوباما، بس الغريب انها قالت ان الاسود ده هيكون الرئيس الاخير للولايات المتحده، او هيسيب البلاد في اسوأ الاوضاع. وقالت ان الصين هي هتكون القوه العظمى من عام 2018، وقالت انه هيحصل تحسن كبير في العلاقات الروسيه الاوكرانيه بحلول 2018. وقالت كمان ان قاره اوروبا هينتشر فيها المرض والجفاف والدمار، وده هيخلي الكل عايز يهجرها، وهيصل عدد سكانها للصفر في 2025. بس روسيا هتنجى من الخطر ده كله، اشمعنى برضه مش عارف. وقالت كمان هيحصل انتشار في الاوبئه والامراض الخطيره الغير معروفه في جميع انحاء العالم، وموت الناس في الشوارع هيكون عادي جدا وبدون سابق انذار. واظن ان ده كلنا شفناه في السنتين اللي فاتوا. وتوقعت العرافه العاميه ان مدار الارض هيتغير، بس ما قالتش بالتحديد ده معناه ايه، او ده هيضرنا في ايه، او تاثيره على الحياه هيبقى عامل ازاي. بس قالت ان البشر هيقدروا يوصلوا لكوكب الزهره عشان يستثمروا الطاقه بتاعته. وقالت ان في عام 2066 هتتمكن امريكا من صنع سلاح بيتحكم في المناخ، وهتستخدمه في محاوله السيطره على روما مره تانية. وفي عام 2076 هتعود الشيوعيه بالظهور والسيطره على العالم، وخاصه جوه اوروبا. اما بقى في عام 2084 هتشوف الارض ولاده طبيعيه مره اخرى على حسب تعبيرها الغير مفهوم. وفي عام 2100 توقعت البلغاريه تمكن الانسان من صنع شمس صناعيه باستخدام المفاعلات النوويه. وفي 2201 هتنخفض درجات الحراره بسبب بدايه موت شمس الطبيعه نهائيا، وهتدخل بعدها الشمس الصناعيه بكل حاجه في عده حوادث كونيه هتاثر على الارض وتدمرها كلها، وهتبقى الارض في ظلام دامس. اما في عام 2130 هتبدا الكائنات الفضائيه في مساعده البشر. وقالت كلام كتير رعب البشريه طبعا، في منه اللي حصل بادق تفاصيله، وفي منه اللي لسه ما حصلش، بس كلها امور غريبه وملهاش اي تفسير. ورغم شهره العرافه العاميه فهي ما زالت مجرد عرافه. مستني اعرف رايكم واسئلتكم في الكومنتات. وهل انتم مصدقين ان في كائنات ومخلوقات غريبه كانت فعلا بتقول لها كل اللي بيحصل في المستقبل، ولا ده كله كلام دجل وملوش اي اساس من الصحه؟ بس الاكيد اللي احنا عارفينه انه كذب المنجمون ولو صدقوا. ولو حابين تشوفوا باقي الحلقات هتلاقوها ظاهره قدامكم دلوقتي لو انتوا بتشوفوني على اليوتيوب، ولو انتوا بتشوفوني على اي منصه تانية هتلاقي الفيديو في اول لينك تحت الفيديو. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه ولايك وشير للحلقه لو عجبتكم، وتقدروا تتابعوا كل حساباتي اللي موجوده في الديسكريبشن تحت الفيديو. بس كده، رامز عادل المغبهنجي.